سابت المارد الأحمر وراحت الدوري السعودي بعد ما لبست تيشيرت الأهلي ومضت العقد وما حضرتش التدريبات. اتفاجئوا بإنها مضت لنادي تاني خالص. ايه حكاية اللاعبة سالي منصور وايه مصيرها وايه الإجراءات اللي النادي الأهلي هياخدها، أو الناس ازاي شبهتها بقصة بوبانزا مع الزمالك، ومفاجآت كتير صرحت بيها سالي بخصوص أزمتها. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. ما خدتش جنيه من النادي والعقد اتغير، وكانوا هيوفروا ليا سكن والكلام اتغير، وقالوا هنشوف، والاهلي بيتوعد انه مش هيسيب حقه. كلامنا هنا عن فتاة هزت عرش المارد الأحمر اسمها سالي منصور، واللي ظهرت وهي لابسة تيشيرت النادي الأهلي وخلاص مضت العقد معاهم، لكن حصلت حاجة قلبت الموازين خالص. يا ترى ايه اللي حصل؟ سالي منصور ظهرت في أغسطس اللي فات وهي بتتعاقد مع فريق سيدات كرة القدم للنادي الأهلي، وظهرت وهي لابسة القميص بتاعهم، وبعدها اختفت وما راحتش التدريبات، واتفاجئوا بانها ظهرت بتتصور مع صفوف فريق تاني خالص في الدوري السعودي واسمه الشعلة. وظهرت في الفيديو الترويجي لنادي الشعلة السعودي وهم بيقدموا لاعبي ولاعبات كرة القدم للموسم الجديد. وبعدها طلع الاهلي وقال ان مش هيسيب حقه، وان بيدرس دلوقتي ازاي يحافظ على حقوقه، وانه هيتخذ كل الاجراءات القانونية ضدها، وده باعتبارها طبعا هاربة من التعاقد مع المارد الاحمر، لانها مضت عقد رسمي مع مروان النائب المسؤول عن تعاقدات قطاع الكرة النسائية في شركة الأهلي لكرة القدم، وإن إدارة النادي الأهلي اتفاجئت بانضمامها لفريق تاني خالص، وإن ده كان السبب أصلا في تغيبها عن التدريبات. وساعتها قال ديميديري ليبوف المدير الفني لفريق الكرة النسائية للنادي إن غياب سالي ما سببش أزمة والدنيا تمام وهيعوض غيابها. وفي أقاويل من إدارة النادي قالت إن اللاعبة اعتمدت على إنها ما فعلتش العقد مع الأهلي، لكن مع نادي القرن كل الأدلة والعقود اللي بتثبت تفعيله وهيقدموا شكوى ضدها. وبعد فترة صمت طلعت سالي وردت على كل الأقاويل، واللي قالت فيها بالنص: النادي الأهلي كبير وما حطيتش شروطي عليه، ووافقت على كل حاجة في العقد بسبب اسم النادي، ولكن بعد كده حسيت بتغيرات في العقد والاتفاق. يعني العقد ما فيهوش حاجة من الاتفاق اللي تم بيني وبين مروان النائب مسؤول التعاقدات في الكرة النسائية، وأبرزها مثلا إنهم قالوا ليا وقت ما يعلنوا انضمامي ليهم هيقدموني لوحدي، لكن اتفاجئت إن في واحدة معايا هتتقدم وما ادونيش كرة اتصور بيها. ومش بس كده، أنا اتنازلت عن إني آخد رقم كبير، وده كله بس علشان أوقع مع الأهلي ويبقى عندي امتيازات بتاعتي، لكن ده ما حصلش. واول ما اتفقت مع الاهلي كان هيتم توفير سكن خاص ليا في القاهره، وبعد كده قالوا لي هيحاولوا يوفروا ليا شقه، فحسيت ان الموضوع كده مش تمام، فقررت اتراجع عن موقفي، وقلت لهم اني هتراجع عن موقفي وهلغي العقد. ووقت ما قلت لهم على قراري باني مش عايزه التعاقد معاهم، هم قالوا ليا الامور هتكون زي الفل واصبري، بس كنت هنا اتفقت مع نادي الشعلة السعودي، وقالت كمان انها فرحانه بمشاركتها مع الشعلة السعودي وراضيه بقرارها. وبالنسبه للاهلي فهو فوق راسها وبتحترمه جدا، لكن هي ما اخدتش ولا جنيه من النادي وما اتدربتش ولا مره مع الفريق، وما سابتش المارد الاحمر الا وهي مبلغه بقرارها. واما بقى عن تعليق الاعلامي احمد شوبير على ازمه سالي واللي عملته مع النادي الاهلي، قال بالنص: مش مقتنع بالاسباب اللي سالي قالتها، لان النادي الاهلي لما بيوعد بيوفي، وده من تعاملي معاهم، واللي بيتكتب في العقد بينفذوه بالملي. فيا ريت حضرتك تقولي بكل صراحه ان عرضك من السعوديه افضل فقررت الرحيل، لاني على مدار التاريخ عارف ان الاهلي لو وعد التزم، أو لو تعاقد بيلتزموا بالعقد. وأما بقى عن مصير سالي فحتى الآن كل اللي اتقال إن الأهلي هيقدم شكوى فيها علشان ياخد حقه كامل منها، وإنها خلفت التعاقد معاهم، وفي اللي قال إن ممكن توصل لغرامة مالية هتدفعها سالي أو النادي اللي ماضت معاه، ده لو المارد الأحمر معاه حق. وفي ناس كتير ربطوا اللي حصل مع سالي بانتقال الدولي الجابوني آرون بوبانزا إلى الزمالك، واللي ظهر إنه هيلعب مع فريق القلعة البيضاء، وبعدها اتفاجئوا بإنه وافق على عرض نادي رابيط بوخارست الروماني وراح ليه، وساعتها برضه النادي قال هيتخذ كل الإجراءات ومش هيسيب حقه. يا ترى تفتكر إيه اللي هيحصل لسالي منصور؟ وتتوقعوا إيه هيكون موقف الأهلي معاها؟ شاركونا في التعليقات.